تنقض عليه كالصاعقة محققا نبوءة حورس. انتخب جمال مبارك رئيسا لمصر لانه ابن جيلي وشاب وربما يعمل حاجات كويسه بتحب رئيس مبارك؟ ليس لدي اي سبب لكراهيه الرئيس مبارك، بالعكس انا احبه واقدره، وهو بمقام الرئاسه وب 28 سنه حكم كان موضع محبه، هو يعني موضع محبه واحترام وتقدير لرئيس الوطن وشعبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرئيس مبارك فضل مصلحة الوطن على أي اسم وعلى أي مصالح أخرى. هذا الرجل حافظ على مصر. رجل بيستمع جيدا، رجل في البساطة الريفية يمكن أن تقول، يعني بتحس معاه بالألفة بسهولة. انا على الملأ بقول له حقك عليا وعليا انا غلطان، بقول لك انا بعتذر للرئيس حسني مبارك بالاسم. نحترم موقف الرئيس مبارك انه يقف. هذا الرجل حافظ على مصر. في مقابل ان انا ما اقولش حاجه انا مش عايز اقولها. ابراهيم سليمان اسم وراه انجازات كثيره جدا جدا جدا، وحقق حاجات كثيره جدا في البلد، وعمل مجتمعات جديده، وعمل عمران، وعمل. دكتور محمد ابراهيم سليمان، وانا اكن له كل تقدير الحقيقه. كبر وجوز وخلف، ويمكن انتوا سمعتوا قبل كده في حديث الرئيس مبارك انه كان بيكو بنطلونه بايده، وكانت السيده سوزان مبارك بتساعد في البيت وتطبخ وزي اي سيده عاديه، وما كانش في احلامهم اطلاقا انهم يبقوا على يعني رأس هذه البلد. شوفوا بقى لما يبقى يكبر ويبقى رئيس جمهورية وينجح ويعمل إنجازات ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، مهما اختلفنا أو اتفقنا يظل الرئيس حسني مبارك فيه لمسة إنسانية رائعة. لي أكثر من مرة أن أتمنى أن أدير حوار مع الرئيس مبارك، ويا ريت تسمحوا لي ان انا ادير حوار مع الرئيس مبارك، ولو انا قدرت حوار مع الرئيس مبارك هقدر اوصله للجماهير بصوره افضل بكثير من عبد اللطيف المناوي من اخرين، لان هقربه للناس. انت تعمل في تلفزيون مصر وتتقاضى اجرك من اتحاد الاذاعه والتلفزيون وتتبرأ منه، وانت حرصك على شعبيتك وشهرتك وجماهيريتك كان اكثر حرصا على انتمائك للمكان اللي بتاكل منه عيش. تمام يا وزير. وحرصك على ان عقدك يتزايد كل سنه من 7 مليون ل 9 مليون. في النهايه لا يصح الا الصحيح، وان الله يدافع عن الذين امنوا. انا مقدره وبشكر الرئيس مرسي جدا جدا انا واسرتي على هذه اللفته الكريمه اللي عملها، والاعتبار خصوصا قلاده النيل ونجمه الشرف. كل ده تقدير لانور السادات الحقيقه، يعني من 30 سنه ما شفناش حاجه كده. بقول لك ايه نسرين كده ولا اي حاجه. السيد علاء مبارك ايضا وجمال يتلقون التهاني، وزي ما قلت لكم انه حتى على الاقل اللي بيؤيدوا الرئيس الاسبق ولم ينافقوا ولم يتلونوا، خلاص دي وجهة نظرهم، وعلينا ان نتعامل مع حيوية المجتمع. انما علينا ان نتصدى بقى اللي هيقول لك انه نظام اسبق سيعود سواء برجاله وده لن يحدث او باساليبه وده لن يحدث. انقض عليه كالصاعقة محققا نبوءة حورس.